انما يا دكتور بالراحه عليا شويه عشان انا بخاف من دكاتره الاسنان. يا فندم ما تقلقش خالص، انت مش هتحس معانا باي حاجه، انت مش هتحس ببقك اصلا. دكتور هشام ممكن تشوف لنا ايه المشكله؟ معلش يا دكتور، وانا حالتي خطيره للدرجه دي؟ لا يا فندم، ده الدكتور هشام ابني رابعه طب اسنان وبيتمرن معايا هنا لحد ما يتخرج. حضرتك لو عايزني اخليه يتخرج من الاوضه دلوقتي عشان عشان ترتاح. يلا يا اتش، شخص لنا حاله المريض. بقك والله في ناب مسوس. ممتاز، بس ده مش ناب، ده ضرس يا بابا. شبهه جدا. بابا انا ركنت لك العربيه تحت العياده. اتفضل اتفضل يا دكتور. دكتور شريف ابني اولى كليه طب اسنان وبيتمرن معايا هنا برضه لحد ما يتخرج. انا هموت من الوجع يا دكتور. وانا هموت واريحك، بس حضرتك يعني سيب نفسك خالص وما تقلقش. يلا يا شيري اتفضل. بقك ضرس العقل مسوس. شفت اخوك عارف الفرق بين الناب والضرس ازاي كده. ده مؤاخذه بقى يا دكتور، اي حمار يعرف الفرق ما بين الناب وما بين الضرس. شفت وترت المريض ازاي؟ ابتدى يقول كلام زي الزفت. دكتور شريف هو اللي هيكمل. الحقنه لو سمحت. اتفضل. لا 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 هنرجع لا 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 هنرجع لورا وهنجرب تاني. يلا. انا عاوز امشي. لا لا شريف لا يا فندم، بص انا مقدر موقف حضرتك طبعا مفيش كلام، لكن انت يرضيك دكتور بمهاره دكتور شريف والجمال ده يبقى بيخاف يدي حقنه؟ انا مالي، انا بيخاف ولا ما بيخافش؟ لا ما احنا عايزين نحل المشكله دي النهارده معاه. يعني بص حضرتك، احنا هنعمل اجراء طبي بسيط ان احنا هنربط حضرتك ربطه خفيفه كده، لان الدكتور شريف بيقلق لما المريض يتهز وهو بيدي الحقنه. ابوس ايدك، عاوز امشي. هعمل لك خصم 50%، 90%، 76%. بس بشرط خليه يركز وهو بيشتغل. هيركز وهو بيشتغل يبقى 6%. يلا يا شريف حبيبي، يلا يا شيكو، انا كتفتهولك اهو. عايزه يرتاح خالص من حقنه البنج بتاعتك ومش عايزه يتشل زي المريض اللي فات. يلا حبيبي يلا يلا. ها ايوه، امسك اللغد من تحت. لا لا معقوله حبيبي؟ معقوله فعلا قدرت تديله حقنه البنج اخيرا؟ الحمد لله بابا، انا عملتها. انا شفت هشام، انا عملتها يا هشام. النهارده يا اولاد، النهارده يوم مختلف في تاريخ اسرتنا. اول حقنه بنج من غير اي حوادث. كان نفسي تسنيم تبقى معانا تعيش اللحظه السعيده. تسنيم يا تسنيم. ايوه بابا. حبيبه بابي تعالي. تسنيم بنتي في ثانويه عامه 5 سنه السنه دي، وان شاء الله هتدخل طب اسنان علشان تكمل فرحتنا كلنا. يلا يا توسي، شريف اخوكي اخيرا ادى عمه حقنه البنج. عمه دلوقتي بقى ضرسه متبنج وضرس العقل مسوس خالص. ها هنعمل ايه يا حبيب بابي؟ هنخلعه طبعا. لا احنا قلنا ايه؟ بابا علمك كده. احنا قلنا ايه؟ نحاول نحافظ على الضرس، نحشيه نعالجه في مكانه. احنا قلنا ان احنا هنخلعه وبعد كده نحشيه. لا بص، اصل هي ايه، لا هي دايما بص بتحب تطلع الحاجات بره كلها، الدروس كده على جنب في الواسع، تحشي وتظبط بعدين ترجع تركبهم تاني. ده تكنيك يعني متبع في حتت كتير. لا تقلقش خالص. مش انا قلت الضرس لما بيطلع بره ما بينفعش يتركب تاني؟ لا انا عايزه اخلعه دلوقتي. توسي قص عليكي على موضوع الخلع اللي انت بتشبطي فيه ده. يا بابا يا بابا بقى، يا بابا يا بابا. خلاص يلا اخلعي الضرس ده يلا خلاص. لا اصل انا بضعف قدامها، ما اقدرش ارفض لها طلب. اصل هي اخر العنقود. وبعدين عايز اقول لحضرتك دي سيبك بقى من العيال دول خالص، دي اشطر واحده فيهم، بتتدرب من وهي 6 سنين. كنت احط لها خشبه كده تطلع على حجر المريض يا روحي زي السكر. لا انت روح معاها عشان ايدها ضعيفه. لا روح مع الضرس روح. يلا ها هوبا. خلاص. يخرب بيت سنينك، ايه اللي عملتيه ده؟ انت شلت الضرس السليم اللي هو من غير بنج. هحشيهوله وارجعهوله على طول. تحشي ايه وترجعي ايه؟ الراجل بينزف، ده احنا هنكلم الاسعاف.
احنا اسفين جدا يا فندم، عقابا ليكي هتكلمي الاسعاف. وحشه كلبه. معلش يا فندم احنا اسفين والله. ان شاء الله حضرتك هتتعالج في المستشفى كام يوم كده وهترجع. انا الدروس بتاعتك دي هخليها على جنب، هنضفها وهحشيها ان شاء الله، احطها لك في بقك كده وتاكل صوابعك وراها. انت منورنا والله. يلا يا اولاد بوسوا عمو، صلحوه. لا بوسوه جامد عشان احتمال ما نشوفهوش تاني. يا فندم دي 5 مرة حضرتك تكلميني النهارده وانا جاوبت خلاص. لا يا فندم ابن حضرتك مش هيبقى مدمن، ما تخافيش. مفيش حد بيبقى مدمن لبوس جليسرين. لا مش معقول. معلش لو سمحت حضرتك اتبعي التعليمات وياخد العلاج وما تقلقيش نفسك. ماشي يا فندم، في امان الله. مع السلامة. مع السلامة. ايوه يا نوايا، دخلي المريض اللي بعده. شكرا. يسعد مساك يا دكتور. اهلا وسهلا، مساء الخير. يا حبيبي تشتكي من ايه؟ ده واخد برد في معدته يا دكتور. طيب نقوم نكشف؟ لا ما يستاهلش كشف خالص، الموضوع باين زي الشمس. هيكون عنده ايه يعني؟ هو شويه برد في معدته. غلبت اقول له غطي بطنك، دفي بطنك، مفيش فايده. ما هو كل ده من مشيك حافي واكلك للزباله يا قذر. على فكرة يا فندم أنا مش عايز أهدم ثوابت ولا أعبث بمقدسات، بس ما فيش حاجة اسمها برد في المعدة. ممكن تكون مثلا نزلة معوية، التهاب في الأمعاء، حاجة كده. مفيش ايه؟ مفيش برد في المعده؟ ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني ايه؟ ما الواد ده بيرجع ليه؟ ممكن يكون بيرجع مثلا علشان الأمعاء ملتهبة على الأرجح. ممكن يكون فيروس. لا فيروس ايه؟ والله العظيم 3 ما فيروس. لو فيروس كان زمانه مات من امبارح. ده انا مديله كميه كمون وليمون ونعناع يموتوا اجعاصها فيروس في مصر. الفيروس لا يموت بالنعناع، حقيقة كونية. دي حضرتك ضيفيها لمعلوماتك. يعني الفيروس له أجل ربنا كاتبه له، والأعمار بيد الله، وحضرتك ست مؤمنة. ونعم بالله. أنا عايز أقول لحضرتك إن ولا حتى أوفر دوز كمون ممكن يعمل أي حاجة للفيروس في يوم. يا سلام، امال الواد عنده ايه؟ لا يعني مثلا في التهاب بكتيري بيصيب المعدة. لا ما انا مدياله لسه برشامتين مضاد حيوي وقلت الواد هيتكلفت وينام ويصحى زي الفل، وما حصلش. حبيتين مضاد حيوي وقطعتي ليه؟ هي شوكولاته؟ حضرتك بتعملي ايه؟ بتشرسي المرض؟ انا مش فاهم. يعني بتنعيشي البكتيريا شويه وبعدين تسيبيها وتمشي؟ يا فندم ده كورس. لا كورس ولا ما كورسش، الموضوع ما يخصنيش. على فكره بقى الواد ده محسود. طب والله محسود. طب انت عارف يا دكتور قبل وجع بطنه اللي يجيله ده اتدلق حته دلقه في المطبخ، اتزحلق كده على رجليه يا اخواتي ورجله باظت خالص والزيت طرطش وملا كله اتحرق على الاخر. اسكت انا بقى ما اسكتش، جبت معجون السنان ودهنت له كل الحروق دي، وقمت جايبه جنيه فضه حلو كده وحطيته على الحته اللي وقع فيها وقمت ما اقولكش بقى. جنيه فضه؟ هي الفلوس فعلا بتخلص في المواقف دي دايما. بس قعد يزك اسبوع فوديته للدكتور، قال لي ان عنده تمزق في الاربطه والمفروض يتجبس. بس على مين؟ ما جبستوش طبعا، ده الواد بيطول. طب امال وديتيه للدكتور ليه بقى؟ اصل هو بصراحه بعد ما كان بيزك كده شويه ابتدى يزحف. لا ده كده بيتحول مش بيطول. مش بقول لك محسود يا دكتور؟ طب انت عارف بقى معجون السنان اللي انا حطيته له عمل له طفح جلدي فظيع، قمت اضطريت بقى اخده واوديه لدكتور جلديه. اسكت يا دكتور، الدكتور طلع سفاح. عارف كان هيكتب له ايه؟ لا لحسن انا تخيلت حاجات وحشه خالص. مرهم فيه كارتيزون. لله الامر من قبل ومن بعد، استر يا رب. كارتيزون؟ شفت؟ انا كان قلبي حاسس. امال حضرتك تحب المرهم يبقى بالايه؟ اي حاجه الا الكارتيزون. هم فعلا المصريين ضد مكون الكارتيزون اللي احنا بنقول عليه كورتيزون، يعني سوري في اللفظ يعني. يفضلوا عنه اي حاجه تانية، قسطره، بتر، حشو، جراحه دقيقه، اي حاجه الا الكورتيزون. قصدي الكارتازون. بالظبط كده زي ما كنت بقول لحضرتك. يا دوبك ابتدى يخف من الحرق لبسته الكحه. كانت روحها هتطلع منه، بس انا ما سكتلوش، قعدت عملت له كل الوصفات اللي في الدنيا، ورق جواف، جنزبيل بالزعتر، غليت له ورق ليمون. غليت الولد في ورق ليمون؟ لا يا دكتور، غليت له ورق ليمون عشان يطلع الكح، بس برضه مفيش فايده، وفضلت واقفه على رجلي اعمل له كل الوصفات دي لحد ما جات لي البواسير من كتر الوقفه.
بتضحك ليه يا دكتور؟ يعني انا بعد كل البهدله اللي قلتها لك دي وانت قاعد تضحك؟ والله يا فندم انا بضحك من غلبي. لا بس يعني محلوله ان شاء الله. عموما انا هكتب لك على شويه ينسون على كراويه نطحنهم في بعض وهنسيبهم في الشمس يتهووا، يتحط عليهم شويه الرمله بتاعه البلكونه دي، ويبقى كمان ايه، نبقى نولع في شويه عين العفريت ونروق الدنيا، علشان خاطر انتوا بتحبوا الحاجات دي. انتوا بتحبوا الدجل والكلام الفارغ، يا خساره الطب والعلم اللي احنا اتعلمناه سنين طويله. انتوا بتعملوا كده ليه؟ اتفضلي يا هانم، خد ابنك لفيه في ورق فويل وحطيه في الفرن ينز ميته، وخد الميه دي مسحي بيها الشقه ودلعي نفسك عيشي. اتفضلي يا فندم على الجيب، على الجيب طريقتك. نورتينا يا فندم. It's your mother. Pick it up. الو. ايوه يا ماما. ايوه يا ماما يا حبيبتي. لا معلش كنت لا في العياده بس بتكلم مع حد نرفزني. بابا عامل ايه دلوقتي؟ اخباره ايه؟ لسه الكحه؟ ايه طب ما جبتلوش ليه الدواء اللي انا كتبته له؟ ايه؟ سندت بيها التلاجة؟ علبة الدواء؟ طب مقاسها جه مظبوط؟ ايه؟ هتعملي ايه؟ هتدهني صدره بورق جرايد مغلي؟ لو سمحت يا ماما، لو هتعملي كده ابقي اغلي الجورنان كله، بس سيبيلي صفحة الرياضة عشان انا لسه ما قريتهاش. باي باي يا ماما. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا. الموسيقى حاجة بتحسن الحالة النفسية لأي إنسان. النهاردة معانا دكتور فرج أبو السعود اللي هيكلمنا في الموضوع ده. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أهلا يا فندم. دكتور فرج هو أول طبيب مصري متخصص في العلاج بالموسيقى، مش كده يا دكتور؟ طبعا انا اشكر حضرتك على المقدمه اللي انت قلتيها دي، لكن الحقيقه هو العلاج بالموسيقى تحديدا ده علم تاني وله ناسه يعني، لكن التخصص بتاعي هو العلاج بالموسيقى التفاعليه للامراض العضويه. هايل. طب بتعالجوا اي مرض فعلا؟ يعني ممكن الام الظهر، انا ظهري مثلا تعبني جدا، هل تقدروا تعالجوا حاجه زي كده؟ معقوله؟ طبعا يا فندم. لا ده يعني لو تحب نعمل جلسه دلوقتي لو عايزه. واحنا عايزين؟ طبعا. لا ده الام الظهر، ده الام الظهر دي ابسط حاجه. معانا الام الظهر يا جماعه. ايوه. لو تعبت يا زهر واتبهدلت الفقرات وركبنا له شريحه ودعامه تحت الباط، في تحسن كده؟ في تحسن؟ انت ساحر والله. الدكتور ساحر، انا فعلا حاسه بتحسن رهيب. لا يا فندم، فقره السحر لسه اللي جايه مش دي. بعدين استاذ قاسم السحر يزعل مننا. لا يا فندم، ده مش سحر ولا حاجه، دي بتبقى ابحاث علميه ودراسات احنا عاملينها. بالمناسبه احب اشكر الفريق الطبي اللي معايا، هم معايا من بدري من زمان جدا، وقفوا جنبي من اول ألبوم الحقيقه، فاحب اشكرهم لا جدا. اهلا وسهلا بالدكاتره. طب هتسمعونا ايه كمان؟ يعني طب حضرتك بتشتكي من ايه تاني؟ اقول عادي؟ لا يا فندم، هو عموما يعني لا حياء في الطب ولا حياء في التلفزيون، يعني على بعضه. هو انا فعلا عندي فسفوسه هنا في عينيا. انا حاولت اداريها بالمكياج بس مفيش فايده. تمام. وقالوا لي ما ينفعش معاها اي حاجه خالص غير موجات صوتيه. لا ما تسمعيش بقى الكلام ده، موجات صوتيه ايه وبتاع، يعني انا صوتي وحش؟ ما دي صوتيه برضو. لا انا اقول لحضرتك يعني هتروحي تدفعي بره وهيكلفك كتير وانا موجود، ما يصحش. بس اكيد حضرتك بتاخد اتعاب برضو. لا انا ما باخدش فيزيتا، معلش. لو نقطه اوكي. حاضر يا استاذ، حاضر يا دكتور، انا بتكلم اهو. طبعا دي بتبقى يعني اتعاب الفريق الطبي اللي معايا، فعشان كده ما اقدرش ارفضها يعني. وبالنسبه للفسفوسه، نشوف الفسفوسه بتاعت حضرتك، نعمل جلسه سريعه كده. فسفوسه بعت لها جواب، فسفوسه ولا سالت فيا، فسفوسه ايه الاسباب، فسفوسه موجات صوتيه. مش حاسه ان هي اتحسنت قوي زي ظهري بصراحه. بص معلش الاغنيه دي اولا بتحتاج تعقيم، ما ينفعش تتقال كده، وانا ما رضيتش اتقل عليك، يعني ممكن كنا اقول ستي فسفست لي فسفوسه، يعني كنا ممكن نخش في حاجات اتقل، بس انا ما حبيتش اعمل ده، ما تبقاش حلوه، الحروف بتاعتها بتبقى ناشفه فما بتبقاش ظريفه. خلاص هبقى اجي لحضرتك العياده. لا هي جلسه تانية ان شاء الله وتبقى زي الفل. وبعدين على فكره ممكن تحتاج موال.
او مواويل صوتيه مش موجات صوتيه. بالنسبه للامراض الخطره، يعني ربنا يشفي الجميع طبعا، يا رب. بس يا رب. الامراض الخطر رب. زي امراض القلب والجلطات واي حاجه جلطة ندمان عليها. انا بجد مش عارفه يعني تصفيق حاد فعلا. يعني انا الرسائل اللي عماله تجيلنا كتير جدا، الناس بتدعي لك، الحمد لله بتدعي لكم، انتوا بجد فخر بالنسبه لنا. وناس كتيره بالفعل بدات ان هي تسيب المستشفيات ويلغوا اي حجوزات ويروحوا يحجزوا في ساقية الصاوي وبعض الاماكن في شارع الهرم. معلومه حالا لسه من الكنترول، المخرج بيقول لي ان الفنان الهضبه عمرو دياب هيفتح مستشفى في الساحل الشمالي والتذاكر هتبدا ب 300 جنيه. لا ده عارف، ده سخف بقى. انت عندك لقمه نظيفه شغال فيها، تلاقي الناس بقى داخله لك، ربنا يوفقهم، يطلعوا من عنده وعندهم اعراض جانبيه وده انا ماليش دعوه. في نهاية حلقتنا بنحب نشكرك جدا يا دكتور، ونشكركم طبعا معلش انا بس قبل ما الحلقه تخلص، انا كنت عاوز اقول يعني اغنيه تانية سريعه كده بعد اذنك. ما هو للاسف وقت البرنامج خلص، كان نفسنا نقعد للصبح. لا دي اغنيه شبابيه لطيفه يعني. بس المخرج هينزل التتر حالا. لا مش مشكله، انا ممكن اقول الاغنيه والتترات تنزل عليا، مش انا ياما نزل عليا تترات، مش مهم. اتفضل. انا في شغلانات عملتها تترات بس على فكره. اوكي اتفضل يا دكتور. طيب هي طبعا اغنيه شبابيه، فهي معموله علشان علاج حب الشباب تحديدا يعني. طيب معلش. حب الشباب ما ترحمني يا حب الشباب، حب الشباب ليه تطلع لي في سن الشباب، انا شايف الحب بيتفسح جنب الشناب، انا شايف الحب بيتفسح جنب الشناب، ما تجرب تطلع في ايديا وبلاش وشي جنب عينيا، ده انا لسه شباب، ده انا لسه شباب، انا لسه شباب، انا لسه شباب. كان معكم على الايقاع الاستاذ الدكتور مجدي بربش، امراض جلديه. كان معكم على الناي، امراض صدر ومشاكل رئه وكده، الدكتور محمد مصطفى. معانا على القانون الدكتور محمود سرور، ده مش تخصص حاجه خالص، ده بيجي معانا كده غالبا. معانا الدكتور محسن علام، اكورديون، امراض جلديه وتناسليه برضو، بس كمان في معاه اجهزه تعويضيه وحاجات زي كده. وكنت معاكم الدكتور فرج ابو السعود، 012 514 38 9، على استعداد تام لكل جلسات العلاج الفردي والجماعي، وان شاء الله مفيش الم، مفيش جراحه، بدون اي حاجه، وبدون حتى ما تتوقع اي نتيجه تحصل من الموضوع ده. لا 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 انا لسه شباب، انا كويس انك اجازه، مش هتصدق هعمل لك ايه النهارده. يا حبيبتي يا ماما، يا رب ما يكونش اللي في بالي بس. البيتزا اللي بتحبها. هو اللي في بالي. ايه؟ لا مفيش اي حاجه، هو بس البيتزا البيتي بتبقى شويه عارفه يعني ملهاش اي. اخرس! اوعى تجيب سيره البيتزا بتاعتي على لسانك طول ما انا عايشه. ماما هو ليه جو الافواره ده؟ انا ما شتمتهاش بالام، انا بقول لك ان هي بس بس ما تقولش. مش عايز اسمع منكم حاجه تاني. مش عاجباكوا البيتزا بتاعتي؟ اطلعوا بره، كلوا بره. انا اصلي ما خلفتش. لا ماما حضرتك خلفتي خلاص من زمان اهو. قالتها لي سعاد زمان، بكره تكبر تعجزي اولادك يرموكي ويهملوكي كيف النخل اليابس. ماما هو ليه ذئاب الجبل بيفلتوا منك كده في وسط الكلام في وقت مش مناسب؟ بعدين تعجزي ايه؟ انت ما شاء الله شكلك اصغر مني. بعدين مين سعاد دي؟ واحده كده. هي اي واحده تكلمك كلمتين صعيدي وبتاع تقوم موقعه ما بيننا. بس خلاص، مش عايزه اسمع اي كلمه تانية. انا همشي من هنا وهروح في مكان محدش يعرف لي طريق بره.
يا ماما هتروحي فين يعني؟ ما انت غالبا بتطلعي عند طنط ميرفت اللي في التالت كالعاده. اخرس لي ولا بكره بروح عند الخالة ميرفت وما حدا فيكم يعرف لي طريق. المسلسلات التركي ده انا هولع في الريسيفر ده اصلا. ماما ما تقولش ماما. انا مش انا اقول ايه؟ انا ما عنديش ولاد، انا ولادي كلهم ماتوا. خلاص موتينا يا ست الكل عشان خاطر حته بيتزا؟ ما تقولش بيتزا. ما انا بقول برضو ان هي مش بيتزا، هي فعلا مش بيتزا يا ولا. قصدي يعني مش البيتزا بتاعت بره البايظه دي بيتزا بيتي جميله. بره فكرتيني. مش انا كنت بره من يومين ووزنت نفسي، لقيت نفسي زايد 67 كيلو وقلت لا 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 لازم اخس واعمل دايت، هبطل بقى بيتز خالص وهاكل هيلسي. هلسك عينك تقول الكلام ده تاني قدامي. ما البيتزا بتاعتي ما بتتخنش. يا ماما بتتخنش ازاي يعني؟ مش حته عجينه؟ عجينه؟ بتقول على البيتزا بتاعتي عجينه عجينه عجينه؟ ايه الاجواء العجينه اللي احنا عايشين فيها دي؟ اخص 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 على البطن اللي كانت شايلاك. اخص على البطن اللي كانت شايلاك. ايوه انا حافظ. اللي كانت شايلاك اللي كانت شايلاك. طيب ماما، طب احنا بنشكر كل اعضاء المسرح القومي، احنا تعبناهم معانا والجو الهايل ده ميرسي قوي. وانا هقول لك على حاجه. هتقول ايه؟ بص انا مش قادر اقولها. قول. انا ان شاء الله انا هاكل البيتزا بتاعتك. حبيبي حبيبي يا ابني يا حبيبي. طول عمري اقول انك احلى اخواتك واطيب اخواتك واجدع اخواتك يا حبيبي. ربنا يخليك. امال بقى لما تعرف محضره لك ايه للحين؟ ايه؟ ملفي بالجزر اللي انت بتحبه. لا 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 ماما لو سمحت بلاش الملفي بالجزر ده، ابوس ايدك. اخص. اوعاك تجيب سيره الملفي بالجزر طول ما انا عايشه. يلا يا واد. يلا سيبيني اعتمد على نفسي بقى في مره. امشي. مورينا ست الكل، اهلا وسهلا منورين، اتفضلي. اهلا بيك. احنا عايزين نشتري لعلي هدوم جديده وتبقى حلوه كده عليه. لا عسل علي طبعا، عينينا حاضر. لا نشوف له حاجه حلوه. اتفضلي. شوف ده بقى. قيس كده يا علي، فرجنا بقى. ده حلو قوي. فرجنا. قيس يا علي. ثواني. فرجنا يا ريس. منورانا يا مدام، اهلا وسهلا. جاي لي تشكيله تركي كمان اسبوع. لا بس تركي مش اللي هو المدبلج ده. ربنا يبارك. ربنا يخليك يا ست الكل. ايه لا شوف انا فنان والله العظيم. شوف ايه التلبيس ده؟ انا عمري ما لبست التلبيس ده. لف كده يا علي. زي العسل. بس ده مقاسه قوي. ايوه ما انا بقول لحضرتك فنان، مقاسه مظبوط. لا انا عايزاه اوسع سنه، مرحرح كده. حضرتك هتحب المراح؟ ما لا اتفضلوا بقى حضراتكم في قسم المراحرح بقى وخدوا راحتكم بقى. نورتونا. اهلا وسهلا. ازيك يا علي؟ اتفضل. ايه ده يا ماما؟ ده واسع قوي. حلو. لما يتغسل هيكش ويبقى مقاسك. يا ماما لو كش هيبقى وحش. يا ودي خامته حلوه غير الحاجات الخايبه اللي انت بتروح تجيبها ويضحك عليك فيها. ايه ده يا ماما؟ ده يا ماما انا كده بقيت صياد. وماله صياد؟ الصيد بيعلم الصبر. بقول لحضرتك مفيش حاجه عليها القيمه. ايه ده يا ماما؟ ده يا ماما انا كده بقيت طيار. بكره تكبر وتطير. مفيش حاجه مرحرحه كده. ايه ده يا ماما؟ انا كده بقيت بلياتشو. وهو انت الطول تبقى بلياتشو؟ ده حتى الضحك بقى نادر اليومين دول. ده فال حلو. بكره تكبر وتحج. حلوين قوي يا ماما. ايوه يا استاذ. ست الكل. يقطعوا كام بقى ان شاء الله دول؟ خدنا دول. لا تدوبهم في عرق العافيه. كده كده 600 جنيه، وعشان حضرتك اول مره تنورينا يبقى 585 جنيه. 85. 85. لا يعني ملفش الكلام ده. معلش لا نسيب الحاجه بقى ونتكل على الله. نورتينا. 90. لا ماما هو انا حرامي؟ لا معلش انت بتنقصي 500 جنيه من الحاجه. لا ايه يا علي؟ ما انا لما احط 500 جنيه ازود 500 جنيه على الحاجه يبقى انا حرامي يا علي. ايوه صح. ماما ارجوكي ما تكسفينيش قدام الناس. اسكت انت.
95. يا ستي الكل انا مش فاهم انت متخيلاني كحرامي؟ لا لو انا حرامي قدامك قولي، يعني انا ايه؟ انا لابس فانيلا مخططه حرامي بامانه؟ قوليها لي. 95 وهجيب لك ال3 ولاد التانيين يشتروا من عندك، انا عندي 3 غيره. صدقي بالله سنه 92 جات لي واحده في هيئه حضرتك كده معاها ايوه بالحلاوه دي، وقالت لي نفس الكلام ده هون من زمن الاوبليتات وما شفتهاش لحد النهارده. 100. يا ستي الكل انت ليه بتعاملي ال5 جنيه بتعظيم كده؟ انت بتزيدي 5 5 5 كانه يعني المبلغ وإيش وشويات. شكلك مش عايز تبيع بجد. لا معلش بقى، يبقى ثانيه واحده. ايوه محمد، انا حرام يا محمد؟ بص يا محمد، لو انا حرامي ومدخل بيتي هنا قرش حرام وازود على الحاجه دي 500 جنيه، اقسم بالله تروح تجيب البلدوزر تقف على اول الشارع وتشيل البيت وتهده باللي فيه. استريحتي يا هانم؟ استريحتي؟ هقول لك على حاجه، اموريني. انت مش عايز تبيع بجد. خش على البيت يا محمد، شيل يا محمد بالبلدوزر عماره 9 وشيل العماره بتاع استاذ جمال اللي جنبي ده عشان سخيف وانا خلقي بقى في رقبتي. خش يا محمد. خلاص يا هانم انت عايزه مننا ايه تاني؟ 105. مش هتبيع ب105؟ هاخد الواد ونروح نشتري من حته تانيه. ايه يا علي؟ ايه يا علي ما تبقى تيجي تشتري لوحدك يا علي؟ انت بتتعب معاك ماما ليه وبتتعبنا كلنا؟ خلاص يا علي هو مش عايز يبيع، يلا نمشي. طبعا يلا. نحل نخش. يلا يا حبيبي. يا ست الكل استهدي بالله بقى. 110 يمشي معاكي؟ 100 انت مش كنت قلت 105 واحنا واقفين؟ انت بتنزلي تاني ليه؟ من غير الشرابات. 110 بالشرابات وعليهم فانيلا بحمالات. 120 بالفانيلا من غير الحمالات، انا هحتاج الحمالات دي في اي حاجه. 120 بالفانيلا الحمالات والتي شيرت. تمام. تين. ايه اللي تي شيرتين. ايه يا حاج ما تاخدي روحي، ما تصفيني احسن، ما تاخدي الواد اللي واقف على الكاشير ده، خدي الحاجه كلها. ايه يا علي ما تيجي تشتري لوحدك يا علي؟ بتتعب ماما معاك ليه؟ ما تتعبش ماما. نورتينا يا ماما، نورتينا. الف لك الحاجه دي، احط لك معاها لابتوب هديه. لا ما تنساش بس الطاقيه. حاضر يا حاجه. طيب يا حاج. تسلم. ماشي يا حاج تأمرين. نور يا علي. شكرا يا عمو. الست دي امي. اتنيل، لو ما كنتش معايا كنت جبت الحاجات بأقل من كده. مش عارفه يا علي، حاسه ان انا اتضحك عليا. والنعمه. حاضر يا ماما هبعتهولك طبعا يا ماما، هبعتهولك. ما انا هقعد بس يا ولد انت وهو اقعدوا. لا مش بزعق يا ماما، مش بزعق. يا ماما خلص عليا بس يا ولد يلا اقعدوا كلوا الساعه 10. ماما قد الحمل بتاعي. كفايه هكلمك تاني يا ماما. بقول لكم ايه بقى، كفايه بقى انتوا الاتنين كرهتوني. انتوا هتجننوني. بقول لكم ايه، انا العفريت الازرق بيتنطط قدام وشي. كفايه بقى ابوس ايدك. مش قادر. انت مين انت يا بني ادم وجاي تعمل ايه هنا؟ يا فندم لا مش بني ادم، انا عفريت. انا العفريت الازرق اللي بيتنطط في وش حضرتك غالبا. انا اللي كنت بتنطط في وشك الصبح وانت بتركبيهم الباص، وانا اللي كنت بتنطط في وشك امبارح وانت بتحميهم. حتى اتزحلقت في البانيو زحليقه وحشه قوي. لا سلامتك، امرني. يا فندم انا ما بقتش حمل التنطيط ده بقى، والله سني ما بقاش يسمح. انا تربيه رياضيه دفعه 98. انا جاي لك بقى قلت اظهر لك علشان خاطر انت تستريحي شويه وانا اريح من موضوع التنطيط ده حبه. هتعمل لي ايه يعني؟ انا زهقت خلاص وتعبت وما بقاش في اي حاجه في ايدي اعملها. لا ازاي في ايدك كتير. ايه ده؟ لا انت ايدك مقشفه خالص. ما هي دي الايد اللي بتغسل وبتنشر وبتوصل وبتحمي ومفيش فايده. طبعا ما انت الشغاله اللي اشتروها. مش كفايه جوزك اللي قاعد مأموريه في الغردقه بيقول لك المأموريه قال وسايبك في الغلب اللي انت فيه ده؟ فين ساره بتاعت ايام الجامعه اللي كانت تعجب العفريت؟ اساليني انا. انت بقالك 9 سنين نفسك تروحي سبا، نفسك تشغلي فيلم حلو على رواقه تتفرجي عليه، كل الوقت بقى انك تدلعي نفسك شويه. ماشي بس يعني طب والعيال هنعمل فيهم ايه؟ مش فاهمه. حضرتك لو بتصبحيهم بشبشب وتمسيهم بشبشب ما كانش ده يبقى حالك، لكن نعمل ايه في امهات اليومين دول؟ الله يمسيكي بالخير يا ماما. كانت تلسعني الشبشب من دول اقول يا عين صلي. يلا نهايته. شوف يا فندم، انا لابس الوان ازازه الحاجه الساعه لكن ده مش معناه ان انا تافه. انا عفريت حرفيا. موضوع العيال ده ممكن يتحل في لحظه. اعتبري ولادك دلوقتي عند عمتهم صفاء في الهرم. خلاص. ياه هدوء وفي حاجات كتير قوي ممكن اعملها. ياه انا بقول بقى نقوم نفرفش كده، نلبس لبس لطيف، تفتحي التلاجة وتطلعي الكب كيكايه اللذيذه اللي بقالنا اسبوع حايحين عليها نفسنا ندوقها ومش عارفين. فاكراها؟ الريد فيلفت.
ده لا، بس دي كان عمر منمر عليها الفطار. يوه فكرتني، ده مروان تلاقيه ما كلش البسله، ده تلاقيها هفتان يا حبيبي، وعمر تلاقيه بيلعب وعرق ولابس خفيف. لا 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 انا مش مطمنه، لا معلش. لا وعلى فكره عمتهم دي مهمله جدا. لا لا رجع لي عيالي، رجع لي عيالي. لا انا مش مطمنه، عيالي حبايبي. مش فانا اقول لها كب كيك تقول لي الواد بيعرق. مروان تلاقيه ما عملش الهوم ورك بتاع المس، والمس هتزعق له. لا يا حبايبي يا مساكين. ما تزعق له المس ولا تكسر له دماغه. لا انا ما حدش يزعق لعيالي، بقول لك ارجعهم لي. لا بقى انا تعبت بقى، انا لساني اتدلدل منك، مش معقول. انا اصلا ما بحبش شغل الامهات، فعلا من زمان ما بحبوش. انتوا مفيش فايده فيكم، وترجعي بقى تشتكي تقولي لي احلامي وحياتي وافنيت زهره شبابي عشان خاطر الاولاد، وبعدين تقولي اصل بابنا معفن بقى اكلت بسله من عمل هم. خلاص بقى خلاص، ما تشتكيش تاني. عيالك اهم جوه، اشبعي بيهم. ولد انت بتزعق لي؟ تعالي صوتك عليا. مفيش حد صوته هنا بيعلى غير صوت ماما، فاهم ولا لا؟ اوكي ها اتفضل قدامي. حاضر. لا تعالى هنا. ماله وشك ده؟ ايه اللون ده؟ مالك مزرق كده؟ لا يا فندم انا عفريت ازرق، وده اللون بتاع الفابريكا اساسا. وده ازرق ده ازرق بهتان وحالته منيله. انت عارف لو كلت الازرق ده هيلعبك. عامله بسله، والبسله دي مفيده جدا 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 للازرق. يلا اقعد كل. لا يا فندم احنا كعفاريت بالنسبه لنا البسله ممكن اتحرق في بسلايه. ولد قلنا ايه؟ وكلت البلح ايه بس؟ ده انا لقيت حد هيعرف يجيب لنا الاورجازة لغايه عندنا. عفريت. ماما مروان بيقولك تزرق. ما تقولوش كده يا مروان، انت جميل يا حبيبي. قالت لي انت جميل. خلص. لا مش عارفه انام، مش عارفه انام. اوف. ايه ده؟ ايه يا حبيبتي ايه النور ده؟ الله يخليك، ده نورك. لا انا مش صاحي من النوم اجاملك، انا بسأل على النور ده. ايه النور ده؟ حرام عليك، مش عارفه انام منك يا اخي. ومين سمعك؟ ولا انا خالص. ولا انت خالص ايه؟ ده انت صوت شخيرك بيرن في الاوضه، ده انت شفطت اللحاف والمخدتين. ده علشان انا بنام مرتاح الضمير، بشخر واشفط براحتي. الدور والباقي على اللي مش عارفه تنام من وخز الضمير. لا هو انا الحقيقه مش عارفه انام من وغز الجنين. كل ما باجي انام كده العيل بيطبق على نفسي، مش قادره اخد نفسي. بس ان شاء الله الموضوع بسيط. اديكي قلتي الموضوع بسيط. بلاش بقى جو الافلام وبيطبق وبيعمل. ما كل الكائنات بتولد وبتحمل وبتعيش حياتها عادي خالص. انت ايه الافلامه دي؟ افلام؟ حرام عليك والله افلام. بقول لك ايه، استهدي بالله ونامي، ولو سمحت اتاخري شويه لان مناخيرك مؤخرا كبرت قوي وواخده تلتين السرير. ها مش عارف انا ليه مقفوره بالمنظر ده. حته عيل كيلو الا ربع ده انا طحالي اكبر منه. ده انا متعشي قده وزياده. بطلي بقى بطلي، خلينا ننام. انت ازاي تقولي الكلام ده؟ طبعا ما انت لو فيك اللي فيا ما كنتش تقولي الكلام ده. بس هقولك ايه، روح يا شيخ، الهي تشيل شيلتي، الهي تشيل شيلتي. انا حامل. انا لغايه النهارده مش مصدق. كل يوم بسأل نفسي السؤال ده، انا حامل ازاي؟ انا كنت واخد كل الاحتياطات. هي دي اول مره ليك؟ اول مره واخر مره. هو الدكتور اتاخر كده ليه؟ انا اصلا بعيط كده ليه؟ خلاص بقى اخويا، انا 9 مرة اقابلك هنا واشوفك يا بتعيط يا بترجع. على فكره كده ممكن يجيلك جفاف اخويا، كده مش حلو للي زيك. هرمونز يا مان، اكتئاب حمل. عادي عارف، بكل المعلوميه انا كنت زيك كده اول مره. والله يا على الذكريات. في المره التانية الاحساس بدأ يخف حبه حبه، الوجع قل. في المره التالتة والرابعه بدأت اتعود. على فكره الخبره ليها عامل فظيع. شايف ده ربيع ابني. يا حبيبي، لا بس ده مش شبهك خالص، ده شكله طالع لمامته خالص. واخد دقن امه واخد ودان حماته. ده ما سابش حاجه في البيت. لا عارف ربيع ده انا ولدت الصبح كده وانا في كامل لياقتي يا حبيبي. والله يا دوبك حطيت مكانه الفرخه وشرب المغات، وخدت بعضي ونزلت اجري على الورشه،
ويومها اشتغلت شغل ياما، رزق رزق رزق. هم الولاد كده يا ابو ربيع، رزقهم واسع. ربنا يديك ساعة سهلة حبيبي. ربنا يديني ساعة أصلا. الحمد لله. عملت سونار وفور دي، طمنت على البيبي؟ لا احنا ما بنعملش الحاجات دي خالص. الله. احنا بنسيبها على ربنا، وكل اللي يجيبه فل. والأربعة بقى يا ابو ربيع ولدتهم هنا عند نفس الدكتور؟ لا، أول مرة كانت عند الدكتورة اسمها سهير عباد. سهير عبد القادر دي شاطره جدا، انت ما كملتش معاها ليه طيب؟ دي دكتورة فظيعة، تحط ايدها على بطن الراجل مننا كده. لا ابو ربيع. لا مؤاخذة حبيبي، لا مؤاخذة اخويا، العيل يروح مسلوت من هنا في وسط الصالة على طول. يا حبيبي. بس مراتي غيارة قوي، بتموت فيا، نبها ازرق، بس شكلها بتحبك. ام العيال بقى. قلت بقى ايه، اخدها من قصرها واجي اكشف عند دكتور راجل بقى، ارتاح بقى. رجعيه وتخلف، انا مراتي عندها نفس الانسكيورتيز دي. يو التليفون معلش سوري. على مهلك يا اخويا. اصل انا بقوم على 7 مراحل. على مهلك يا فاهمين؟ حبيبي. على مهلك. معلش. شكرا يا ابو ربيع، شكرا. ايوه يا ريهام، هكون فين يعني؟ عند الدكتور. انا على فكره قلت لك وانت ما سمعتيش وتقريبا ما اهتمتيش، ولا حتى عرضتي عليا تيجي معايا المتابعه. يا سلام، يعني بتعملي العشاء. تسلم ايدك يا ستي. انا بعمل بيبي هنا يا حبيبتي، بعمل بيبي. ايه؟ انا اللي مصعب الحياه؟ انا لا مؤاخذه يا ابو ربيع، ماشي. لا هتعدل لها معلش. انا اللي مصعب الحياه. انت عمرك ما هتفهمي يعني ايه حياه، ولا تفهمي كلمه حياه دي الا لما يكون عندك حياه بتتكون جواكي. ريهام باي باي، مع السلامه يا ريهام. معلش عشان في حياه بتتكون دلوقتي حالا، هي بتتكون. مع السلامه. انا ما بقتش طايقها. هم كلهم كده. ابو ربيع سلامتك. العيل بيخبط في جدار المعده. لا يا ساتر يا ساتر. ايه ده؟ بيخبط في جدار الحاجز. ايه ده طالع على دماغك. هم كلهم كده يا اخويا، عندهم لا دم ولا احساس. جيبوا الاحساس منين؟ انا حاسس ان هي ما بقتش بتحبني زي الاول. بس ما تزعلش مني يا مان، يعني كلام من حامل لحامل. مناخيرك كبرت قوي. لا ده إيه ده بقى؟ إيه ده؟ لا كبرت قوي وباين، انا بحس. ثواني يا ابو ربيع عشان تبقى فاهم يا معلم، انا مناخيري كبرت كده عشان انا حامل في بنوته. انت عارف ان البنات بياخدوا كل حلاوه باباهم، ها؟ صح يا ابو ربيع؟ صح يا حبيبي، والله العظيم انت زي الفل. ميرسي. وبعدين هم عايزين مننا ايه تاني يعني؟ مش كفايه اللي احنا شايلينه على قلوبنا ده، هيعوزوا مننا ايه تاني؟ انا ما بقتش طايق اشم ريحتها في البيت. انتوا كمان كده؟ انا لا بس احنا مش عايزين الطاقه السلبيه تتملكنا. أيوة. احنا عايزين ناخد بوزيتيف انرجي. تيجي نعمل مديتيشن، تمارين نفس. يلا. دي ريحه حواوشي دي بقى، صح لا كده؟ ده كشري بالكبده. لا ده حواوشي. لا في حاجه ضاني. لا بس انا شكلي جات لي قرفه لان النهارده النهارده الاربع. انا عشان يوم الاثنين اكلت تقريبا 46 نص فقفلت منه تقريبا. 46 نص؟ لا يا معلم، احنا لازم نخلي بالنا من شكلنا. احنا عايزين نرجع ال6 باكس دول 7 بعد الولاده. عشان تبقى فاهم بقى I'm watching my weight. انا ايام الخطوبه كنت بلبس مايو سبيدو، وكنت بقلب الساحل كله والله العظيم. يا خساره، كنت بدات احترمك على فكره. هو انت بتعرق كده ليه؟ لا مفيش حاجه، مش بعرق. لا حاسس بوجع بيروح ويجي. لا الطلق ده اللي جالك ده. الامن طش. لا انت شكلك كده معاك دلوقتي هتيجي كل حاجه هتبقى سهله. لا مش دلوقتي. ولاده كويس. لا الحمد لله. لا ده كرشي ده عادي، الحمد لله. ايه ده في ايه النور ده؟ لا يا حبيبتي، ده نورك. معلش انا ازعجتك ولا حاجه؟ انت ايه تعبانه؟ اجيب لك حواوشي من ابو ربيع، احط لك مخده، اي حاجه؟ مش عايزه حاجه، حرام عليك، انا ما صدقت انام. انا اسف حبيبتي، معلش. الله يكون في عونك. ايه ده؟ هو انا على ما نمت وصحيت في الوقت ده مناخيرك لحقت تكبر تاني شويه؟ اوكي. الشاي تقيل قوي يا رجاله. حبيبي تسلم. تاخد دي ولا قلبك جرين خلاط؟ يا عم اتكل على الله. هو ده اللي ناقص. سلمنا نفسنا لواحده ست يبقى نلبس ارانب. يا مين انت بس اللي لابس ارنب؟ احنا لابسين فلاحين. ما هو انا ايه وانتوا ايه؟ ما هي المخرجه الست دي اللي تلبسني ارنب ممكن تخليكم انتوا كمان تجروا المحرات زي مثلا. لا كله الا كده. انا ما ارضاش اعمل كده ابدا، ده على جثتي. يا ابني افهم، ما دام المخرجه ست يبقى عايزه تكسر عينينا، عايزه تذلنا. احنا عشان رضينا نشتغل في برنامج اطفال نبقى احنا عيال يعني؟ بس ما تقولش عيال. لا احنا كده عيال بقى. ما تقولش عيال.
احنا رجاله وهنفضل طول عمرنا رجاله. يا ابني لما ترضى ان مديرتك في الشغل تبقى واحده ست يبقى ما تزعلش يا معلم لما مراتك في البيت تقول لك اكشن، تقول لك ستوب، تقول لك ما تتكلمش غير لما اقول لك. ومين قال ان احنا رضينا؟ احنا رضينا؟ مين اللي قال؟ ده احنا نلبس طرح يا جدعان. ما هي فرق ايه؟ فرق ايه الطرح عن الارنب؟ ما هو لبسنا ارانب. احنا هنسكت يا رجاله؟ لا مش هنسكت، احنا لو سكتنا ما نبقاش رجاله. بس انا عايزكم في ظهري تقفوا ورايا. احنا هنتكلم، مش عايزين كلمه تودينا وكلمه تجيبنا، مش عايزين كلمه من واحده ست تجرينا زي الارانب. احنا مش ارانب. بس عشان داخله علينا اهي، داخله الست هاني. في ايه يا اساتذه؟ احنا عطلانين ليه؟ في ايه؟ شوفي حضرتك، من غير لا لت ولا عجن، عشان احنا رجاله ومالناش في الكلام ده. احنا ملناش في لت الستات ولا مؤاخذه. لت الستات؟ شوفي حضرتك، احنا محتاجين مخرج راجل نعرف نتفاهم معاه. احنا ما يشغلناش غير راجل زينا. راجل زيكم؟ متأكدين؟ يعني مش هتشتغلوا؟ لا احنا عايزين المنتج. احنا كلامنا من الاخر كده مع المنتج. لسوء الحظ بقى انا مش بس مخرجة البرنامج، انا كمان المنتجة. واذا كنتوا ما ترضوش تشتغلوا مع مخرجة ست فاكيد مش هترضوا تشتغلوا مع منتجة. انا مذهول، انا مش مصدق بصراحه. يعني معقوله في 2016 في ناس لسه بتقول راجل وست ومخرج ومخرجه؟ لا ومين فنان ممثلين وفي المجال الفني وفي البرامج وفي الافلام. مش معقول غير الست اللي وصلت لاعلى المناصب، وصلت لاعلى المراكز، بقت عالمه ووزيره وبكالوريوس تجاره وسواق التوك توك وكل حاجه. انا مش فاهم الست اللي هي الام والزوجه والحبيبه كلام ده انا مش مصدق. هنعمل ايه يا استاذ؟ الظاهر ان لسه بدري قوي، يمكن بعد 1,000,000 سنه الممثلين دول يمشوا. ماشي، مع السلامه. وخلي الارنب يستنى. خلاص بالسلامه دول. شكرا. الملابس بقى يا جماعه لو سمحتوا، والنهارده مالكوش لا غدا ولا قبض. وهاتوا الشاي ده. يا ريسة، يا استاذه، معلش اسال حضرتك على حاجه. يا ريسة حنان، احنا جينا يا حنان. الحمد لله على السلامة يا سي حامد، مبارك انكم رجعتوا بالسلامة يا اخويا. اعملي شاي للرجاله. عمرك يا اخويا. حاضر. بصوا يا رجاله، انا ابتديت سرقه وانا عندي 6 سنين، عملت 3 عمليات. ألف سلام عليك يا كبير. يا ابني عمليات سرقه مش زايده. بارك انك قمت بالسلامه. عملت 3 عمليات، وفي كل عمليه فكيت السلك، قصدي دخلت السجن 10 سنين. دلوقتي عندي 36 سنه وخرجت من السجن من 3 ايام بس. عشان كده العمليه اللي جايه دي لازم تنجح. انا صغرت مخي ولازم تنجح. البنك ده هنسرقه، يعني هنسرقه. اعتبره اتسرق. اهدى بس يا فخم. بس احنا كده لازمنا خطه لا مؤاخذه. عندك خطه؟ خطه ليه يا بني ادم؟ الرجاله بتنفذ على طول من غير خطه. سي حامد، لا يا سي حامد، لازم يكون عندك خطة، لأن أنت لو ما عندكش خطة كل واحد هيتصرف من دماغه وهتخبطوا في بعض والعملية هتبوظ وهتبقى مصيبة. انت بنت بتتكلمي والرجاله قاعده؟ يا لهوي، الحريم بتتكلم في قعده الرجاله؟ يا لهوي أنا في بيت انا؟ من امتى؟ من امتى؟ ما بالراحه طيب، اهدى يا فخم. دي اخف حاجه عندي. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان ما عندكش خطه وان احنا هننفذ على طول. غبي. من غير خطه كل واحد فينا هيتصرف من دماغه وهنخبط في بعضينا والعمليه هتبوظ يا بني ادم. صح. حنان، هاتي بقسماط يا بت. ما يحصل يا أخويا. الخطه كالاتي: العكر هينزلنا على باب البنك الساعة 9 الصبح، لابسين الماسكات، شايلين السلاح، ومعانا شوالين عشان نلم الفلوس. سي حامد، بلاش يا اخويا، ابقى البس الماسكات وطلع السلاح اللي انت مخبيه جوه البنك، لا الحراس يا اخويا يشوفوك ويضربوك بالنار. انتوا تخشوا البنك كأنكم عملاء في البنك بالظبط. يا بت انا مش لسه قايل في قعدة شغل الرجالة مفيش حريم بتتكلم مع الرجالة؟ مفيش حريم بتتكلم. بتتكلمي ليه؟ يا لهوي اطلعي بره.
بره. ارحمينا بقى يا حنان بقى. اهدى بقى، اهدى يا فخم بقى. بره. ده انت حابب الموضوع بقى. اهدى شويه بقى. عصبتني. اهدى. كنا بنقول ايه؟ قلتوا هتنزلوا الصبح تروحوا البنك، لا مؤاخذة لابسين الماسكات وفي ايدكم السلاح وتقتحموا البنك. ده كلام بهايم. لو عملنا كده الامن هيشوفنا بالماسكات ويعرف ان احنا داخلين نسرق، مش بعيد يضربونا بالنار ويقتلونا يا غبي. ما بالراحة طيب يا فخم. احنا نخش البنك على اننا عملاء عادي، وفجأة نفتح الخزنة ونسرق 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه. يا فخم يا فخم يا فخم. الله عليك يا مفتخر الدماغ. انا هسرق 1,000,000 جنيه. اتعلم انا بقى، اتعلم. والنبي لا اسرق 1,000,000 جنيه. حلوة. ونقسمهم على 3، كل واحد فينا ياخد 400 وياخد ايه؟ 535. بتفائل بالرقم ده انا قوي. لا الاقل كان 604 دي اسمها مطوله، هنشيل الواحد هنبقى 347 على الواحد. 535 انا واثق من نفسي صدقني. هنشيل الواحد مع الواد ده السنه، بس احنا بنشيل مع 330 جنيه 33 قرش و3 مليم. ايه ده؟ يا بنت انت عايزه تموتي نفسك. ايه الهوي انا يا بنت انت عايزه تموتي نفسك وبتتدخلي في كلام الرجاله تاني. تاني في كلام. ما تيجي انت تمسك العصابه احسن. ما تيجي هي تمسك العصابه احسن ونرتاح. حرقتها بقى. يا بنت مش اطلعي بره. يا بنت غوري غوري غوري. ما طلعها اسهل من ده كله يا كبير. كفايه بقى. هنقسم 1,000,000 جنيه على 3، كل واحد فينا هياخد 330 تبع 1300 مليم، اللي هو التلاتات اللي قالتها الرقم. كل واحد فينا. وهنستخبى شويه لحد ما الدنيا تهدى، نطلع نطلع الفلوس ونفكها ونصرف. نفكها. محدش فيكم عارف يحسب حسبه ولا يقول خطه. بهايم. لازم اعمل انا كل حاجه بنفسي، ولا ليكم اي 30 لا، ولا ليكم اي 33,333 لا. ايه ده؟ اوعى تتحرك، اسمك مكانك. يا بني ادم انت هو ما ايه ظابط؟ ظابط ورايا؟ صرصار. يا اختي هيدا بيطير. يا حنان يا حنان يا حنان يا تحت هنا اهو، تحت هنا اهو. صرصار من ابو شنب، من الكبير ده. حسبي حنان. هتعملي ايه يا حنان؟ الصرصار والنبي بقرف. لسه شنبه بيلعب. الله. اتفضل يا سي حامد. بسم الله يا رجاله، بسم الله. انا نفسي تصدق. منظر الصوصاتة كان فظيع قوي. خليك راجل بقى. حاضر. بس جدع البنت حنان خلصت. واحنا هنا قوي في نفسها ودي احلى حاجه. بس مخها فاضي وملهاش اي لازمه، وبتتدخل في اللي ليها فيه واللي ملهاش فيه. اقسم بالله لو ما كانت بتتكلم وقت كلام الرجاله لكنت حبيتها. وهي بتعمل كل ده عشان ايه؟ عشان بتحبك يا معلم. يا معلمه يا جامد انت. يا مصطفى. الله. بيبي ايه يا وفاء؟ ممكن اطلب منك طلب؟ ايه قولي. ممكن يعني بلاش تنزل لاصحابك النهارده وتقعد معايا شويه؟ ليه؟ انت كل يوم بتنزل تقعد معاهم لحد الصبح على القهوه، تقعد تلعب في كوتشينه، ما تقعدش معايا خالص. ماشي؟ ماشي، مفيش قهوة وخلينا في البيت. اوبا. تسلم ايدك. اهو فوف حبيبتي بقى، هي صاحبة فكرة اننا نقضيها النهارده في البيت وما ننزلش القهوة. بس هتدفعوا المشاريب. مش هرجعك البيت هتجوز عليكي. قلت لك 100 مره انا راجل ولاية متطلبات، وانك لازم تاخدي بالك من شكلك وتهتمي بجسمك. ايه يعني الحمل والخلفه؟ ما نوال الزغبي اتجوزت وخلفت، ومريم فارس اللهم صل على النبي جابت الواد من هنا
ورجعت ملكانه تاني يوم. انت بس اللي مش عايزه تاخدي بالك من شكلك وجسمك. مع السلامه. أخرى تحتاج إلى فترة زمنية. حبيبي، مش ملاحظ إن في حاجة متغيرة؟ لا يا حبيبتي، انت زي القمر طول الوقت. اقتراح في هذا الخصوص قد حبيبي، مش ملاحظ إن في حاجة متغيرة؟ لا يا حبيبتي، انت زي القمر طول الوقت. حبيبي، مش ملاحظ إن في حاجة متغيرة؟ لا يا حبيبتي، انت زي القمر طول الوقت. حبيبي، مش ملاحظ إن في حاجة متغيرة؟ لا يا حبيبتي، انت زي القمر طول الوقت. استني، انت خسيتي شويه. المكان ده حلو يا حبيبي؟ كويس. تحبي تبدلي معايا؟ لا. الهوا مش جامد على خدودك؟ لا. الندى مش نازل على رموشك؟ لا. القمر طب مش عاكس في عينيكي؟ لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ أنا شرقت. اللهم اني اسالك رد القضاء، اللهم اني اسالك رد القضاء. ليه يا رب كده؟ ليه يا رب كده؟ ده ابتلاء، ده اختبار، اختبار من ربنا. يا ريتني كنت انا، يا ريتها كانت شرقتي. كده حلو. الحمد لله. بفكريني نذبح حاجه ولا اقول لك؟ لا انا هعمل ريمايندر. ثانيه واحده. المنيو يا فندم. ها، تشرب ايه يا حبيبي؟ نشرب حاجه دافيه بقى عشان خاطر الكحه الوحشه دي. ممكن. اوعي تتحركي. اوعي. هموشة كانت على راسك يا حبيبي. وده يديك الحق انك تكلمني بالطريقه دي؟ انا تقول لي اوعي، لا وكمان تقول لي انا مش قادره اصدق. اعتذارات الدنيا كلها مش هتعبر عن اسفي في اللحظه دي. انا عملت كده عشان خايف عليكي من الهموشه. انت عارفه الواحد مش بيجرح قوي غير لما يكون بيحب قوي. ها يا حبيبي، تحب الشاي بتاعك يبقى بلبن ولا ساده؟ انا من غير تدخل مني ولا تحكم شايف ان اللبن افيد. ولا تحبيه ساده؟ ساده 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 ساده. مرحبا بكم في رجل الأحلام. للنحنحة اضغط رقم 1، لكلام الحب التافه اضغط رقم 2، للزيارات العائلية اضغط رقم 3. مرحبا بكم في رجل الأحلام. للنحنحة اضغط رقم 1، لكلام الحب التافه اضغط رقم 2، للزيارات العائلية اضغط رقم 3 أو اضغط 0 للمساعدة. يا سعاد، يا سعاد، هكون بعمل ايه يعني؟ بلعب يعني؟ قاعد على القهوة مع الرجالة. انتم اتخانقتوا؟ في دم؟ انا بسأل السؤال، انا بسأل السؤال. في دم؟ مفيش. طب مفيش دم وما بتكلميني اجي من على القهوة ليه يا سعاد؟ في امانة الله، في امانة الله. يا رجالة، كام بقى والنبي؟ الشوط الاولاني خلص ازاي؟ قطعناهم يا معلم. الألبان حطوا على تشيكوسلوفاكيا، الماكينات الألبانية. اولا الثانيه اسمها الماكينات الالمانيه، ثانيا انتوا ما لمستوش الميه طول الماتش وكسبتوا بالحظ والحكم. ما لمسناش الميه ازاي يا باشا؟ اصل هو باليه ميه اساسا. وبعدين تفهم انت ايه في التحكيم الباليه؟
لا حوش يالا البانيا اللي بتفهم يالا قوي يالا، ده انتوا يالا البانيا يالا تقليد المانيا، زي ما تشتري تيشيرت ابيبس كده. ايه يا عم؟ بس يا عم انت لا رجاله ايه، مش تشيكوسلوفاكيا والبانيا اللي وقعونا في بعض، احنا مصريين في الاخر. يا عم مصطفى ما انت عارف، والقهوه دي كلها عارفه يعني ايه البانيا بالنسبه لي. صلي على النبي يا عم علاء. طب انا مش هرد عليك، الرد في الشوط الثاني هو ده في الكلام، الملعب. هو ده الكلام صح كده. سيداتي انساتي سادتي، وبهذا تنتهي مباراة كرة السلة بين امريكا والصين بفوز امريكا 170. انا الاسد. يا سعاد، حصل ايه تاني؟ الواد محمد ابني نط من الشباك مات يعني ولا ايه؟ مش فاهم. في كسور؟ انا بسأل السؤال، في كسور؟ طب يعني لما ما فيش كسور كانت في دماغك يا سعاد عشان تكلميني وهو ما فيش كسور؟ يعني انا اسيب القهوه دلوقتي ومفيش كسور؟ ايه انا فاضي للتفاهات بتاعتكم دي؟ اقسم بالله انا ما فاضي، انا ورايا هنا هم. عم مصطفى خليكي معايا، خليكي معايا شوقي. بس كده على الحساب عشان ايه معلم ميزانها خالص لا وري حسام مشي من غير ما يحاسب اول امبارح. ما هو جري انا وانا اللي شايل الضمنه كلها ال3 ايام اللي فاتوا. لا ده كلام ايه يا شوقي، لا يا شوقي معلش مؤاخذه، لا ده انت كده 4 سحلب وهم في الاساس 3. انا فاكر كان 4. اقسم بالله انا فاكر ده. معلش يا شوقي راجع لي ده وتعالى. شوقي راجع لي ده وتعالى يا عم النبي الله يكرمك. شايفه انا ورايا هم متلتل هنا يا سعاد، لو مشيت الدنيا هتبوظ. عندي 23 10 الطاوله و14 ضمنه عاده. 15 ضمنه عاده عم مصطفى. يا نهار ابيض طلعوا 15. النبي سعاد الله يكرمك ما تكلميني الا لما يكون في حاجه. لما يكون في وفاه اتصلي بيا، انا هاجي على الدفن على طول، وانت عارفه ان اكرام الميت دفنه، فلو دفنتوا وبلغتوني تبقوا عملتوا الواجب الكبير كله. في امانه الله، في امانه الله. ها تاخد دي صايمه ولا بطنك وجعان؟ حبيبي يا عم مصطفى هات صايم. بص ماشي. بص دي. الله على الصرف. جت كام؟ ما بصيتش. الله على الصرف. جت كام؟ الله. ثواني ده شغل بقى، ثواني. حاج محمد الله يكرمك يا حاج، ربنا يبارك فيك. لا ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع عليك، الله يعزك. شغل؟ لا مش فاضي والله، ما فيش وقت. لا اقسم بالله ما في وقت. لا ده انا حتى ما عادش على القهوه، ده 9 حجر ما لحقتش اقعد. ابعت لك الواد شريف، مش شريف يروح له، ابعت لك الواد شريف ايده نظيفه وشغله هو اسمه شريف اصلا عشان هو هيشرفني قدامك، هم يسموه شريف عشان اساسا كده. ماشي يا حاج محمد ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع. لا انا اما افضى اجي لك بقى نعمل احلى شغل ان شاء الله. ربنا يعز. في امانه الله، في امانه الله. يا عم احنا في ايه؟ ها اللي جايه شوف دي. يا عيني يا ليله البيضه. يا سعاد، يا سعاد. لا يعني اجيب فلوس منين دلوقتي؟ يعني انت مكلماني عشان تقولي هات فلوس؟ انت مش فاهمه اللي فيها. يعني انا بشتغل الشغل ده انا اخلقه؟ لا الشغل انا بسال السؤال، مش انا يعني اخلق الشغل. يعني انا اجيب شغل منين؟ ما انا قاعد. ما انت فاهمه اللي فيها. يا سعاد اتكلي على الله. النبي يا سعاد سيبيني عشان انت عصبتيني كده، عشان انت عارفه ست الرزق والفلوس دي كده بتقرص عليا. في امانه الله يا سعاد، في امانه الله. انا مش فاهم الستات دول ايه، انا مش فاهم. هي النسوان كده يا عم مصطفى، تسيبها تغرق في شبر ميه. فك يا جدع فك، العب. انا مش عارف العب لعبتي بقى اللي بحبها كده. لا ورينا السيرف. الله على السيرف، حلوه يا ليله البيضه. ايه تاني؟ يا سعاد ايه القصه تاني؟ ايه البيت ولع؟ انت في الشارع انت والولاد؟ في الشارع هي والعيال، البيت ماشي. قلبي معاك يا سعاد، معلش ابقى اجي. طب انت بتزعقي ليه دلوقتي؟ لا ما انا مش عشان جوزك وابو عيالك يبقى انا المفروض اكون في البيت وهو بيولع. مش قصتي انا خالص، مش اختصاصي انا خالص. ايه الناس دي؟ في امانه الله. بص يا سعاد، لما تروحوا تشوفوا بيت تاني يبقى ابعتي لي العنوان وانا اروح عليه. مفهوم الكلام؟ في امانه الله، من غير زعيق. في امانه الله. يا عم مصطفى مش عارفين نشرب كوبايه شاي مع بعض، في ايه؟ عندي انا دي يا عم علاء. ولع يا شوقي. مش هتقوموا تروحوا بقى يا جماعه؟ ربنا يديكوا الصحه. هنقوم نروح بقى يا عم مصطفى، الناس كلها ماتت خلاص، احنا حتى ما حضرناش جنازتهم. انا حسابي تقل قوي على قهوه هنا يا علاء. هاخدك ال10 دي ونتكل على الله، حتى نلحق شوقي وهو لسه في صحه يجيب ولعه. جد مصطفى، انا ملك بنت محمد ابنك. انا مش شفتكش من ساعه لما اتولدت. هو قال لي انك اكيد قاعد على القهوه دي وفي نفس الحته دي. تصدق يا علاء
انا حاسس دلوقتي كأني صغرت 20 سنة. فيك الخير يا حبيبتي. ابوكي ده بقى بيديكي فلوس ولا معفن؟ لا بتديني فلوس حتى تشوف. اتفضل. ربنا يكرمك يا حبيبتي. روحي انت بقى ارجعي لابوك البخيل ده وانا شويه وهاجي. حاضر يلا سلام. مع السلامه انا هاجي. ها مع السلامه. ورجعت يا عم علاء هنحاسب. كفيني لعب بقى. والعشاوي الله يرحمه. حلاوتك يا عم مصطفى. حط عليه.